من آلاف السنين في العراق، مصر، الهند، حتى في أدغال أمريكا، كل الحضارات حكت نفس الكابوس. مياه ضخمة غطت الأرض وموجة محت كل حاجة. إزاي ومين اللي بدأ القصة وإيه السر ورا ده كله؟ أنا محمد ودي قناة أي حاجة. القرآن بيحكي لنا تفاصيل أدق من الدقيقة. سيدنا نوح صبر على قومه 950 سنة. ربنا أمره يعمل حاجة مستحيلة، إنه يبني سفينة ضخمة في وسط الصحراء. والناس كانت بتضحك، إيه ده مجنون؟ لما جه الطوفان التحول كان مرعب، مطر من السماء ومية بتفور من الأرض، واللي نجوا اللي آمنوا وركبوا السفينة لحد ما نزلت على جبل الجودي. والموضوع يخوف لما تعرف إن الحضارات التانية قالت نفس الكلام. في العراق القديم ملحمة جلجامش، وتنبشتم بنى سفينة وخد فيها كل حيوان وبعت حمامة تدور على يابسة. في الهند السمكة حذرت الملك مانو من الطوفان وخد في قربه بذور النباتات والحيوانات. شعب المايا في المكسيك في كتابهم بوبول فو الآلهة دمرت بشر الخشب بطوفان ونار من السماء. نفس القصة اتكررت في حضارات تانية كتير، زي الماوري في نيوزيلندا، النورديك في شمال أوروبا، والصين القديمة، وسكان أستراليا الأصليين، وبولينيزيا، وأفريقيا الوسطى. كلهم نفس الفكرة: انذار، غضب، طوفان، نجاة، وبداية من جديد. العلماء اكتشفوا حقائق مذهلة. كارثة البحر الأسود قبل 7600 سنة، البحر المتوسط انفجر على منطقة مأهولة والمياه ارتفعت 150 متر فجأة. ذوبان العصر الجليدي قبل 12000 سنة، سواحل قارات كاملة غرقت تحت المياه. طبقات طمي في العراق ومصر بتثبت ان فيضانات عملاقة حصلت في المنطقة دي، بس برضه مفيش دليل على طوفان غطى الكوكب كله. الأسطورة دي ممكن تكون ذاكرة جماعية لكوارث محلية. في نظرية وسط بتقول الطوفان حصل بس غطى العالم المعمور وقتها، يعني المناطق اللي كان فيها بشر، وده منطقي دينيا وإنسانيا، لأن الرسالة مش تغرق الأرض كلها لكن تبدأ صفحة جديدة. النهاردة احنا مش في أمان كامل، المياه بتعلى، الجليد بيسيح، والمناخ بيتغير. لو حصل طوفان تاني مش شرط يكون زي سيدنا نوح، بس السؤال هل احنا مستعدين ولا زي زمان هنسخر من اللي بيتجهز؟ القصص دي مش خرافات، دي تحذيرات بقالها آلاف السنين، وكل واحد فينا حر يصدق أو يستنى الطوفان. دوس لايك واشتراك واستناني في اللي جاي.